في زمن الصين القديم الدم بيغرق الأرض والعرش بيتخطف في الخيانة. أخ قتل أخوه بس قبل ما يموت قال له جملة قلبت التاريخ: ابني هيرجع ياخد حقي. ومن هنا تبدأ رحلة هروب، انتقام، وحرب ما بترحمش. طفل صغير بيطاردوه علشان اسمه، وشاب بسيط بيتحول لبطل غصب عنه. ناس بتضحي وناس بتموت، وكل ده علشان مين يستحق التاج. ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده، فيلا بينا. بيبدأ الفيلم في الصين القديمة، في عصر بنشوف انه كله حروب على عرش مملكة الصين، وبنشوف كمية جنود كتير مقتولة وجثثهم مترمين على الأرض. وده لأنهم كانوا بيحاربوا مع الأمير الأصغر ضد أخوه جي الكبير. وده ليه؟ علشان واحد فيهم ياخد العرش، لكن جي بيكون أقوى من أخوه والجيش اللي معاه وبيخلص عليهم، وحتى كمان أخوه الأمير بيخلص عليه. لكن أخوه وهو بيطلع في الروح قال له حاجة رعبته جدا، وقال له إن ابنه هيرجع له حقه. وبيموت الأمير الأصغر، وبعد فترة من اللي عمله الأمير جي بنلاقيه إنه لسه خايف من الكلام اللي قاله أخوه وهو بيقتله، وبيتكلم مع المساعد بتاعه وبيسأله هو ليه أخوه وهو بيخلص عليه قال له كده. فعرفه المساعد تاي إن الأمير كان عنده طفل، وإن الطفل ده لو كبر ممكن عادي جدا انه يبقى الملك على مملكة الصين. فهنا بيتضايق جي وبيقول له انه يحاول يجيب الطفل ده من المكان اللي هو فيه ويخلص عليه، وعلى اي حد بيجيب سيرة الامير الصغير بالخير، وانه عايز ولاء كل مواطني المملكة يبقى ليه هو وبس. في اليوم التاني بنعرف ان جي عين طفل اسمه يونج انه يبقى الملك على المملكة، وجي خلى نفسه نائب الملك، وده في سبيل انه يتجنب اي نقاش مع اي حد في البلد علشان ما يتكلموش عليه ويقولوا انه خلص على اخوه علشان عرش المملكة. والمهم ان يونج ده يبقى طفل مش بيفكر في اي حاجه ولا فاهم اي حاجه في المملكه، وده اللي بيضايق الوزراء. وفي واحد من الوزراء بيطلب من يونج انهم يعملوا مقابر للجنود اللي اتقتلوا في الحرب، لكن يونج وجي بيرفضوا. فالوزير ده بيطلع عن شعوره وبيفضل يشتم فيهم، فجي بدون نقاش كتير بيخلي الحراس ياخدوه يخلصوا عليه. وبتنتقل بينا الاحداث مع شاب اسمه تين، وده راجل بيبيع فحم وبياكل منه، وده بيكون شغله الوحيد. وبنشوف راجل عجوز معاه اسمه جو، والراجل ده هو اللي علم تين ازاي يقدر يصنع الفحم ويبيعه علشان يجيب فلوس. وهم في السوق بيحاولوا يبيعوا الفحم، اتفرض عليهم ضريبة كبيرة من جيش المملكة علشان يبيعوا الفحم. فجو قال لتين ان مفيش حل تاني، وبيبيعوا الفحم بالضريبة اللي هم عايزينها، والضريبة بتبقى 100 كيلو فحم من اللي هم هيبيعوه. وفي الليل بنشوف تين وجو بيجهزوا علشان يناموا، وجو بيشوف جمل لونه اسود، ودي رؤية سيئة بتفكره باللي كان بيعمله زمان. وهنعرف بعد شوية ايه قصة جو دي يا صديقي. وبيقعد تين وجو مع بعض، وبيحاول تين انه يعرف مستقبل جو لكنه ما بيعرفش يبين حاجه. وفي اللحظه دي بيلاقي ست جايه بتجري عليهم وبتطلب مساعدتهم، وبتعرفهم ان الجنود عايزين يخلصوا عليها. فبياخدها جو وتين وبيستخبوا في كوخ من الجنود، والجنود بيفضلوا يدوروا عليهم جنب الكوخ وما بيلاقوش اي حاجه. لكن مره واحده الطفل بيبكي، فهنا الجنود بيعرفوا ان الطفل موجود هنا، فبيقتحموا الكوخ وبيخرج جو وبيتقاتل معاهم وبيقدر انه يخلص عليهم. وبعد ما خلصوا على الجنود بيخرجوا وبيلموا حاجتهم علشان يمشوا من المكان ده. وهم في طريقهم بالعربيه الجنود بتوقفهم، وبيطلع ان الجنود عايزين يشتروا فحم، لكن تين بيرفض هو وجو بحجه ان في ناس تانية حاجزه الفحم ده وهم رايحين يودوه، وبيكون عملوا كده لان طفل مستخبي وسط شنط الفحم. فالجنود ما بيسمعوش كلامهم وبياخدوا كام شنطه فحم وبيمشوا وما بياخدوش بالهم من الطفل. وبعد كده بيكمل تين وجو والبنت اللي معاهم في طريقهم علشان يهربوا من المنطقه اللي هم فيها. وبنشوف ان في واحده بتراقبهم وما بنعرفش هي نيتها خير ولا شر. وبعد ما خرجوا من المنطقه اللي كانوا فيها بيخيموا في منطقه امان وبيقعدوا يستريحوا وبياكلوا. وبيسالوا البنت هم ليه الجنود بيطاردوها هي والطفل ده. فهنا بقى البنت دي بتعرفهم بنفسها واسمها كينا، وان الطفل اللي معاها ده وريث العرش الملكي، والجنود مأمورين انهم يخلصوا على الطفل وعليها علشان الطفل ما يكبرش وياخد الحكم من الملك الحالي. وتين لما سمع الكلام ده خاف على الطفل لانه حس بمستقبل مش حلو نهائي للطفل، وان الطفل ممكن يموت في اي لحظه. فبيطمنه جو وبيقول له ان ده مش هيحصل وانه ما يقلقش. وفي النهار اليوم التاني بيدوها فلوس وبيقولوا لها تمشي قبل ما الجنود يقدروا يوصلوا للمنطقه اللي هم فيها، وانهم لو وصلوا ممكن يخلصوا عليها، والاحسن تمشي من الصين كلها. وقبل ما تمشي كينا بتقتحم المكان واحده اسمها كينجو وبيكون معاها رجاله وبتعرفهم بنفسها وانها من اتباع الامير اللي اتقتل على ايد اخوه، وبتعرفهم ان الامير امرها تاخد بالها من كينا وابنها وتبقى معاهم لحد ما تخرجهم من المدينه سالمين. وبعد كده بيروحوا البيت يستخبوا فيه، وهناك بتقعد كينا مع تين وبتساله على
على الناي اللي بيعزف عليه على طول، وبيعرفها ان الناي ده بتاع ابنه، وان كل ما ابنه يوحشه هو بيعزف على الناي ده. وفي المدينه اللي هم فيها دي بيبقى جنبهم بيت مستشار الملك، وجو بيكون عارف ابنه مون وتشوي المستشار، وبيروح جو لعندهم وبيقول لمون انه انقذ الام والطفل اللي بيطاردوهم وعايزين يخلصوا عليهم، وبيهددوا جو انه لو فكر يقرب لهم او يعمل لهم حاجه هيخلص عليه. وبيتضايق مون من تهديده وبيضربه على دماغه، وهنا بيسمع تشوي الصوت وبيخرج يشوف فيه ايه، ولما بيخرج بيلاقي جو واقع على الارض، وبيعرف ان ابنه عمل مشاكل وبيضرب ابنه عشان جو وما بيعرفش الموضوع، وبيحاول انه يعتذر لجو بالنيابه عن ابنه ويشتري الفحم اللي معاه، لكن جو ما بيرضاش وبياخد الفحم وبيمشي، وابنه بيعرفه ان الطفل اللي الملك عايز يخلص عليه معاه. فهنا تشوي بيقرر انه يخلص على الطفل وامه ويوريهم للملك، وساعتها طبعا الملك هيرقيه. ولما بيرجع جو لتين بيقول له انه ياخد كينا ويهرب بيها علشان هو شاكك ان مون وتشوي هيبعتوا قوات علشان يقبضوا على طفل وكينا. وبعد ما بيقتنع تين بيدي لجو لوحه كده كانت مع ابنه لما مات، وبياخد تين كينا وابنها وبيهربوا بسرعه. وفي نفس الوقت ده بنلاقي ان جنود تشوي جهزت وبيهجموا على البيت، واللي كان مستنيهم في البيت كينجو وجو، وبيهجموا على القوات. وبنشوف ان الاتنين دول محترفين جدا جدا في القتال، وبيقدروا انهم يخلصوا على عدد كبير جدا من الجنود باحترافيه شديده، وفي الاخر بيخلصوا على كل الجنود اللي هجموا على البيت، وبيروحوا يدوروا على تين وكينا علشان ينقذوهم من الجنود اللي بيدوروا عليهم. وفي الوقت ده بنلاقي الجنود قدروا يمسكوا تين وكينا وبيتحاصروا وراهم بجنود، ومن قدامهم بجندي من الجنود ضخم ومعاه ساطور كبير جدا وبيهجم عليهم لكنهم بيتفادوه، ومره واحده بيتضرب على الجندي الكبير ده سهم فبيعطلوا، وده بيدي فرصه لتين وكينا انهم يهربوا، وفعلا بيهربوا من الجنود. وبنشوف مجموعه من الجنود بيدوروا في الحاجات على كينا، وكينا بتبقى مستخبيه في قفص قدامهم لكن محدش بيشوفها، وبيسمعوا صوت تين بيغني بصوت عالي فبيتحركوا عليه بسرعه. وبعد ما الجنود بتمشي بنعرف ايه اللي حصل، وان تين خبى كينا وقال لها انها تروح للجنوب وهتلاقي واحد اسمه لونج هيساعدها. وبنرجع بقى لتين اللي الجنود بتوصل لعنده، وبيفضل مون يضرب فيه وبيساله عن مكان الطفل وكينا لكنه ما بيعترفش على حاجه وبيفضل ساكت، وبيفضل يقول اسم ابنه وبيقول لهم انه كان قائد في الجيش وانه لو كان لسه عايش كان خلص عليهم كلهم وجاب له حق. وبيوصل تشوي لعندهم وبيبعد مون عنه وبيتعرف على ابن تين، وتين في اللحظه دي بيغمى عليه من الضرب اللي اخده وبيحلم بابنه. وبنشوف اليوم اللي الجنود بتوع الحدود لقوا ابن تين بيطلع في الروح على الحدود، وبيطلع اللي قتله هو جو، وانهم كانوا اعداء ضد بعض في الجيش. ومع جو وكينجو بيكونوا في البيت وبتحقنه كينجو بمنوم من غير ما يحس، وبتقعد تقول له انهم وقفوا مع بعض شويه ولحد هنا خلص التعاون ما بينهم، وبتقول له انها هتهرب كينا وابنها ومش هتظهر تاني. ولما بيعرف جو منها ان تين اتقبض عليه من رجاله مون وتشوي بيقوم علشان ينقذه لكنه بيغمى عليه للاسف. وهنا بتتحرك كينجو لحد ما بتوصل لمكان كينا وابنها، وبتقول لها كينا انها عايزه تروح للونج اللي في الجنوب ده، ومش بتكدب كينجو خبر وبتاخدها وبيتحركوا في طريق الجنوب. ولما بيصحى جو بيكون تعبان جدا وبيقوم يتحرك على البيت بتاع تشوي ومون، وبيلاقي تين مرمي على الارض وتعبان من كتر التعذيب. وتشوي بيتكلم مع تين وبيكشف له الحقيقه اللي جو مخبيها عنه وان هو اللي قتل ابنه. وبيتصدم تين وبيساله ليه عمل كده، فبيقول له جو ان ابنه كان هيخلص على قريه كامله بدون سبب وانه كان لازم ينقذ ارواح الناس. وبيفضل تشوي يسخن في تين ويديله سيف علشان يخلص على جو وياخد حق ابنه ويتعاون معاه ويعرفه فين المكان بتاع كينا وابنها. وبيمسك تين السيف وبيقوم يقف قصاد جو، وبيقف تشوي ورا تين، وتين بيرفع سلاحه ما بيرضاش يضرب جو وبيحاول يخلص على تشوي بيه، لكن تشوي بيتفاداه وبيضربه بالسيف بتاعه وبيخلص على تين، وبيقع تين على الارض وبيطلع في الروح في احضان ايد جو، وبيقول له تين انه مش زعلان منه لانه خلص على ابنه وانه مسامحه. وبيموت تين ورجاله تشوي بيقبضوا على جو وبنشوفهم بيعذبوا فيه تعذيب شديد جدا لدرجه انه بيغمى عليه اكتر من مره، ولما بيفوق بيحطوا له مسامير كبيره جدا في ايده علشان يعترف فين مكان كينا والطفل، وهو اصلا ما بيكونش عارف فينهم ولكنه ما بيتكلمش نهائي. بنرجع لكينا وكينجو اللي بيوصلوا لعند لونج وبيعرفوه انهم من طرف تين وبيرحب بيهم جدا وبيستقبلهم في بيته احسن استقبال. ولما بيعرف ان تين اتقتل على ايد جنود تشوي بيحزن جدا. وفي اليوم التاني بتقعد كينجو مع كين وبتسالها كينا هي بتساعدها ليه وايه السبب الرئيسي بعيد عن ان الامير كلفها بالمهمه دي، فبتقول لها انها بتساعدها علشان عايزه تقتل الملك الجديد لانه هيعذب الشعب معاه، وان مفيش غير واحد بس هو اللي هيقدر يخلص على الملك ده وهو جو، وان جو قوي جدا وهو اللي لازم يقوم بالمهمه دي. فبتطلب منها كينا انها تنقذ جو من المكان اللي هو فيه، فبتوعدها وبتقوم تمشي. ومع جو بنشوفه لسه بيتعذب، ولكن تشوي بيجي له مون وبيقول له ان الملك عايز يقابله، وبيسيبه تشوي وبيخرج كل الجنود من الاوضه اللي عنده
عنده. فبيقعد جو مع نفسه وبيشوف الجمل الاسود وبيحس بالذنب لانه قتل ابن تين، وبيقرر انه يرجع حق تين ويخلص على الملك وتشوي، وده في سبيل انه ما يحسش بالذنب مرة تانية. وبيقدر انه يخرج المسامير من ايده بعد ما بيتألم شوية، وبنشوفه بيخرج من الزنزانة وبيخلص على الحارس، وبيبدأ في قتال مع الجنود، وبنشوفه بيخلص عليهم واحد ورا تاني بالرغم من تعبه، وبيفضل يواجه الجنود. وبتظهر كينجو في المكان وبتساعده، وبيكون معاه لونج هو كمان، وبيقدروا انهم يخلصوا على كل الجنود. وبياخدوا جو في عربية وبيتحركوا بيها بسرعة من المكان، وبيرجعوا بجو للجنوب للمكان اللي هم مستخبيين فيه عند لونج. وبيقعد جو وبيستريح، ويوم ورا تاني بيفضل لونج يراعي حالة جو وبيخليه يستعيد كل قوته وطاقته، وبيديله درع علشان يحارب بيه، وده لاننا بنعرف ان جو قرر انه يخلص على الملك وينهي كل اللي بيحصل ده. ومع تشوي اللي بيروح لعند الملك بيكون لسه بيقول له هيرقيه ويخليه النائب بتاعه لو قدر يمسك كينا والطفل، لكن بيقول له تشوي ان تين اللي كان هيوصلهم لمكان الطفل وامه هرب. فهنا بيتضايق الملك وبيخفض من رتبته وبيمشيه، وبيقول له لما يقدر يجيب له جثثهم هيرقيه زي ما قالوا. وبيمشي تشوي من عند الملك وهو متضايق، وبنرجع لجو اللي بيقوم وبيلبس الدرع اللي اداهوله لونج، وبيبدا انه يتدرب بيه ويتحرك بيه علشان يتعود عليه. وبتعترف لهم كينجو انها تبقى بنت الملك الحالي البيولوجيه، لكنه مش معترف بيها، وانها كانت بتحترم الامير اللي اتقتل على ايده جدا جدا، وان بسبب اللي والدها بيعمله والطمع والجشع اللي فيه هي قررت انها تخلص عليه وترحم الناس من ظلمه. وهم بيتكلموا بيلاقوا ان الطفله اختفت ومش موجوده في المكان، فبيقلقوا جدا عليها وبيفضلوا يدوروا عليها في المكان كله لحد ما بيلاقوا ست في المعبد معاهم وبتحاول تاخد الطفله وتمشي، لكن كينجو بتمنعها وبتاخد منها الطفله. وجو بيعرفهم ان الست دي تبعه، وبيقول لها جو تاخد البنت وتخليها معاها في مكان امن عشان المكان ده ما بقاش امن بما فيه الكفايه علشان البنت تفضل هنا. وبتاخدها الست وبتمشي بيها على طول. وفي الليل بنشوف قوات تشوي وصلت للمكان، وبطريقه كده تشوي قدر يعرف مكانهم وحد قال له عليه. وبنشوف كميه جنود كتيره جدا في المكان، وجنود تشوي كلهم بياخدوا اماكنهم، وبتبدا معركه. وبنشوف جو بيتقاتل هو ومون، والقتال بيبقى شرس جدا. وبنشوف ان كينجو بتحمي كينا من الاسهم اللي بتتضرب عليها لانها كانت بتعمل طقوس في المعبد، ولكن للاسف كينا بتتصاب بسهم وبيغمى عليها، وكينجو بتتصاب باكتر من سهم وبتقع على الارض وبتموت، وبتكشف لنا على وشها في اخر لحظه في حياتها. واما لونج بيتصاب بسهم في المعركه دي، وبيقرر انه يضحي بنفسه ويحبس كميه كبيره من الجنود في منطقه واحده، وبيرمي عليهم كميه بارود كتيره جدا وبيفتح قنبله. وبنشوف انفجار كبير جدا بيحصل في المكان، وبنعرف انه ضحى بنفسه ويعتبر كل الجنود اللي في المكان اتقتلوا. وبنرجع لجو اللي بيلاقي ان اصحابه كلهم ماتوا، وبسبب كده بيتعصب، وبنلاقيه شال دماغ مون من على جسمه وبيدخل المعبد وبيبدا قتاله مع تشوي. والاتنين في الاول بيكونوا متعادلين ومحدش فيهم كان قادر على التاني، لكن جو بسبب اللي حصل لاصدقائه بيكون متضايق جدا وبيستجمع قوته كلها، وزي ما عمل في مون بيعمل في تشوي وبيقطع دماغه. وبعد الحرب دي بيوم بنشوف جو راح لقصر الملك، وبنشوفه بيخلص عليه بدون اي تردد، وبيبقى طفل اللي متعين على انه ملك في الاوضه وشاف كل اللي حصل. وبيقول له جو انه يبقى حكيم في قراراته، وبياخد بعضه وبيمشي. وبيروح جو يقابل كينا وابنها، وبيطلع انها لسه عايشه والطفل لسه في امان. وبيلاقوا في هدوم الطفل ورقه مرسومه تثبت ان الطفل لما يكبر هيبقى الملك. وبتبص كينا لجو وبتبقى مبسوطه جدا وبتشكره لانه وقف معاها لحد الاخر. وبيخلص الفيلم وبس كده.